كونك ان انت دلوقتي طالبه في كليه علوم الرياضه وبتحاولي ان انت تعملي شيفت كارير، ان انت تروحي تمرني وان انت تشتغلي على نفسك، دي حاجه كويسه جدا. بس في نفس الوقت هي حاجه مرهقه جدا جدا جدا. طب ازاي يا كابتن مريم انا اقدر ان انا اعمل احسن شغل باقل جهد ممكن؟ بصي يا قلبك، انا دلوقتي اصحى بدري. لو انت بيتك جنب الكليه فانزلي على ميعادك عادي جدا، ما تشغليش بالك. اعملي بس في حسابك في 10 دقايق لو انت هتغيري لبس، لو انت هتعملي حاجه. طب لو انت بقى بيتك بعيد عن الكليه بساعه ونص ساعتين، اعملي حسابك دايما في نص ساعه سبير. يعني لو انا بيتي بعيد عن الكليه، انا عارفه ان الطريق بياخد ساعه ونص، لا انزلي بدري نص ساعه اكتر. وطبعا على حسب انت عندك محاضره ايه، وعلى حسب مواعيد كليتك ومحاضراتك ايه. طب يا كابتن مريم انا دلوقتي خلاص صحيت الصبح، لبست، رحت الكليه، وصلت. احضري محاضراتك وافطري كويس، وما تاخديش بقى كل حاجه على اعصابك، لا هدي الدنيا خالص. الدنيا في الكليه سهله وبسيطه للناس اللي بتكبر دماغها شويه. طب يا كابتن مريم انا دلوقتي خلاص حضرت وخلصت. اول ما تخلصي مرني على طول السيشنات بتاعتك. خلصي السيشنات بتاعتك. لو انت بتمرني جنب الكليه بالظبط، غيري هدومك كلها في الكليه. والنصيحه بقى الاولى اللي انا هقولها في موضوع الشغل ده، لو انت طالبه يعني، الايام اللي عندك فيها كليه، وفي كليات هي انت في جامعات انت بتروحي كل يوم، ما تاخديش شيفت كامل 6 7 ساعات. ما تعمليش كده. انت اقصى حاجه تقعديها في المكان 3 ساعات، اقصى حاجه. فانا بالتالي برشح موضوع التدريب اللي هو ايه، انا اروح ساعه ساعه ونص خلاص. لو انا مثلا عندي مجموعتين فانا بمرنهم 3 ساعات، ممكن اخد لسه 10 دقايق في النص. خلاص ما تعمليش لود على نفسك. طب انا دلوقتي خلصت عدد الساعات بتاعي وانا مش شغاله ولا شفتات كامله زي الجيم ولا اي حاجه، مش شغاله غير 3 ساعات. اول ما هتروحي هتعملي 3 حاجات. اول حاجه هتروحي تاخدي شاور وتجهزي لبسك بتاع اليوم اللي بعديه وحاجتك. تالت حاجه هتذاكري البوينتس اللي انت خدتيها، او تكتبي على الاقل خلاص البوينتس اللي انت خدتيها. رابع حاجه تشربي حاجه سخنه وتفصلي 10 دقايق من غير ما تتكلمي، من غير ما تبصي في تليفون، من غير ما يبقى في اي مصادر للوش حواليكي. طب يا كابتن مريم انا خلصت ده كله، انا خلصت خلاص. اصحي تاني يوم، خدي لو هتاخدي شاور، لو انت ما لحقتيش تاخدي شاور اوكي، البسي على مهلك. حاولي تظبطي يومك وحاولي تقسمي يومك. كل ما هقسم يومي كل ما هيبقى احسن، وكل ما هيبقى افضل. كان معاك كابتن مريم صلاح، ما تنسونيش بدعوه.